السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا لنا اليوم راح تكون كروكي ولكن كروكي محشي بالجوز وكذلك بفلون بذوق الكراميل. شوفوا مزيج الأذواق اللي في هذا الكروكي أعطى لوحد البنة خيالية. وانا صراحة بما انه رانا في وقت ولا في فترة الاختبارات وتعرفوا بلي الجوز مليح بزاف للدراري الصغار، لذلك حبيت وما يحبوش ياكلوا لي الجوز هكاك حبات، لذلك خممت وقلت علاش لا ما ندير لهمش كروكي يستقهووا به ومامتو ياكلوا هذاك الجوز. صراحة صدقوني باللي وصفة تستحق التجربة. هاد الكروكي ريح يجيكم يدوب ذوبان. كيما راكم تشوفوا المقادير رايحين كيلو بالكاس اللي يرفد 220 مليلتر. واش عندي كيلو من البيض. انا في هذا الكاس كسرت 3 حبات كاملين، والحبه الرابعه من البيض درت فيها فقط البياض والصفار خليته للتزيين. عندنا كاس وربع من الزيت العادي، كاس الا ربع من السكر العادي تاع الحبيبات، مع 50 غرام من الفلون بذوق الكراميل. تقدروا ديروا ذوق الفانيليا ذوق الموز كيما تحبوا، ولكن الا ما عندكش الفلون حبيتي تجربي الوصفه تقدري انك تستغني على الفلون وديري كاس ممسوح من السكر العادي. 15 غرام من خميره الحلويات، يعني كل حبه من البيض نديروا لها 5 غرامات من خميره الحلويات. وعندي هنايا كاس من الجوز اللي قطعته فقط هكذا بصبعتية. هنا كإضافة اللي يحبوا يضيفوها 2 ملاعق كبار من الجلجلان المحمص. رايحين الجزء للتحضير. اذا هنايا في ريسيبيون رايحه نحط هذاك الكيس تاع الفلون. قلت لكم انا خيرت ذوق الكراميل، 50 غرام من الفلون مع كاس الا ربع من السكر العادي. وهنا الا ما حبيتوش ديروا الفلون تقدروا انكم ديروا كاس ممسوح من السكر. وبالنسبه للفلون تقدروا انكم ديروا بذوق الفانيليا كما تقدروا ديروا بذوق الموز ولا بذوق الكراميل. رشه من الملح لتعديل المذاق، مع كيلة من البيض. كما قلت لكم الكيلة تاعي رفدت لي 3 حبات من البيض، والحبه الرابعه درت فيها فقط البياض والصفار خليته للتزيين. فيما بعد انت قادره ديري كيلة يعني صغيره على هذه، فقط الاختلاف راح يكون في خميرة الحلويات. من بعد نهضروا عليها. هنا تجيبي الضرب الكهربائي وتضربي مليح حتى تاكدي هذاك الفلون والسكر ذاب معاك تماما. من بعد رايحين نجيبوا كيلة وربع من الزيت اللي رايحين نحطوه على دفعات مع التحريك. كما راكم تشوفوا هنا تقدري تستعملي الفوي، كيما تقدري تستعملي الضرب الكهربائي. بالضرب الكهربائي رايحه تربحي المجهود والوقت كذلك، رايحه تكملي ليه. اذا كيما شفتوني درت هذيك الكيله الكامله تاع الزيت. من بعد زدت درت كذلك ربع الكيله الزيت كامل، كيله وربع من الزيت. قلت لك الا حبيتي ديري كميه صغيره يعني تقدري تكيلي حتى بالكاس تاع لاتاي. هنايا الان رايحه نحبس الضراب الكهربائي ونكملوا الوصفه والمقادير الاخرى. هنايا عندنا ملعقه صغيره من الفانيليا، تقدري ديري مبشور حبه من الليمون ولا البرتقال كيما تحبي. كيما تقدري ما ديريش بما انه درنا الفلون يعني رايحين نكهلنا الكروكي. هنا كيما راكم تشوفوا انا درت كاس من الجوز اللي قطعته فقط هكذا بيدية، ورايحه نضيف 2 ملاعق كبار من الجلجلان المحمص. هنا تقدروا تستغنوا على الجلجلان، تقدروا ديروا الكروكي هذا ديروه باللوز كذلك رايح يخرج لكم بنين. وإلا حبيتي تجربي الوصفه وما عندكش الجوز، يعني الجوز هذا ماشي شرط ديري الكيله اللي درتها انا، تقدري ديري شويه برك من الجوز، يعني تشري قيس 10,000 ديريها. تقدري ديري اكثر مني، يعني انتي بالنسبه للجوز هذا ولا الجلجلان ولا اللوز انتي وديري على حسب الرغبه تاعك وعلى حسب ما هو متوفر عندك في المنزل. من بعد رايحه نبدا نضيف الفارينه. مبدئيا حطيت كاس من الفارينه و15 غرام من خميره الحلويات. هنا بالنسبه لخميره الحلويات يعني الا درتو كميه صغيره رفدت لكم مثلا هذيك الكيله 2 حبات من البيض، يعني ديروا كيس وزن 10 غرام، يعني كل حبه من البيض يقابلها 5 غرامات من خميره الحلويات. من بعد هنايا كيما راكم تشوفوا رايحه هنايا بديت بالملعقه فقط لانه ما كاش لي يحط لي الفارينه. تعرفوا كي تكون الوحده وحدها في المطبخ كيفاه. كي حسيت باللي الملعقه ثقيله وليت ما نقدرش، الان استعنت بيدي. هنايا تحطوا الفارينه غير بشويه وغير بالعقل حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه وتلصق نوعا ما.
يعني ما تيبسوهاش وما تنشفوهاش وما تجيش طريه كامل. بالنسبه للفرينه ما نقدرش نعطي لكم الكميه بالضبط لانه كل فرينه والنوعيه تاعها، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي لا. من بعد هنا راح نقسمو لأربع أجزاء. تستعملي الميزان ولا ديري عينك هي ميزانك. أنا درتهم هكذا على شكل حربوش، يكون طول تاعهم حوالي 20 سنتيمتر كيما راكم تشوفوا. دهنوا السطح تاعكم بشويه من الزيت باش هكا ما يتلاصقش معاكم وتشكلوهم بكل سهوله. والفرن تاعي راهو مسخن مسبقا على درجه حراره 170 درجه. هنا شوفوا انا الصينيه تاعي في الكروكي ولا حلوه الطابع نحب اني نفرشها ببابي كويسون هكذا باش ما تلصقليش الحبات كي ندهنهم بالبيض. شوفوا انا البلاطو تاعي رفد لي كامل هذاك الكروكي اللي طيبته. درت 4 حرابيش تاع الكروكي. قلت لكم باللي رايحين تحاولوا انه الطول تاعهم يكون 30 سنتيمتر لانه الصينيه اللي استعملتها اللي المقاس تاعها 40 على 30 سنتيمتر. انت الا كانت الصينيه تاعك صغيره يعني طيبي زوج زوج هكذا. انا كيما راكم تشوفوا تحاولوا انكم يعني ما لازمش ترقوهم، تعطوا لهم الطول اللي يكون بعرض الصينيه اللي هو 30 سنتيمتر، وبالنسبه للسمك تاعهم يكون هكاك حوالي 1.5 حتى 2 سنتيمتر، يعني ما ترقوهمش مليح هكذا باش الحبه تاع الكروكي تاعكم تجيكم طالعه وشابه. شوفوا اذا انا راني نسقم يعني فيها غير شويه برك قيس ما نمد لهم الطول تاع الصينيه تاعي اللي قلت لكم باللي العرض تاعها هو 30 سنتيمتر. نجيبوا صفر حبه من البيض مع ملعقه كبيره من الحليب وندهنوا كامل الوجه تاع الكروكي تاعنا حتى من الاطراف رايحين ندهنوهم بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. وكما قلت لكم الفرن تاعي راه مسخن مسبقا على درجه حراره 170 درجه. نحطهم في الرف الوسطاني كي نشوفوهم يعني ديفلوباو وطابوا لي من التحت وبداو يحمروا شعل عليهم الجهه الفوقانيه باش ياخذوا لي التحميره اللي راكم تشوفوا فيها. وهما سخونين رايحين تقطعوهم، ما تخلوهمش حتى يبردوا، ضروري انكم تقطعوهم وهما سخونين. تحطوهم فوق لوحه وبسكين يكون ماضي وتقطعوهم. شوفوا كيفاش جا هذاك الجوز كيفاش تقطع على بها. قلت لكم الجوز تاعكم يعني ما ترحيوش، فقط باطراف الاصابع برك تقطعوه برك هكذا يكون دي مغصو باش هكذا كي تقطعوه بالسكين. والكروكي ضروري يكون سخون كي تقطعوه يبان لكم هذاك الجوز بهذه الطريقه. صراحه جو بزاف بنان وبزاف هايلين، المذاق تاعهم مختلف، مذاق لفلون وجوز بزاف هايل. نتمنى فعلا انكم تجربوها لانها فعلا تستحق التجربه والصوره خير ذلك.